لانه يعني انا طبعا مش برد عن وسائل الاعلام اللي افردت مساحه زي ما حضرتك قلت القضيه الاخ حماده صابر، ولكن يمكن القضيه دي اخذت بعد لانه حصل فيها تغيير في الاقوال، ده اولا. ثانيا لانه كانت الفيديو اللي تم تصويره مش بس اذيع في مصر، اذيع ايضا في CNN، فاخذ بعد دولي يمكن مسيء لمصر بشكل او باخر، فكان ينبغي انه الاعلام. ولكن قضيه الشهداء طبعا انتوا ليكم كل الحق انكم تعترضوا على البطء في التقاضي وعدم رضاكم عما يحدث، ولكن القضيه الان بيد القضاء. يعني خلونا نعترف بده، انه ما يحدث الان هو بيد القضاء المصري. احنا هو مش معترضين على القصاص، اصدر قرار يوم 26 واللي هيصدر قرار يوم 9. انا عايز حضرتك كلمه يا فندم بس بعد ما استاذ اسامه يجي. احنا في مشكله النهارده عندنا، طبعا احنا طالبين اعاده المحاكمات. ليه؟ احنا راضيين بقضاء الله والقصاص، وطالب يا رب يا رب اللي قتل يتقتل ويتعدم. لكن النهارده ما يجيش 2 من اعضاء التراس الاهلي يكتشفوا وخرجوا من سرايا النيابه بعد التحقيقات، نكتشف ان عليهم حكم اعدام احمد رضا من القليوبيه وحسن المجدي. حسن المجدي ده عماد متعب انقذ حياته، فوجئ بالاعدام. واحمد رضا شباب قيادات الالتراس اعلن بعد النطق بالحكم في الاعدام اعلنت تضامنها معاه اللي هو من جماعه عين شمس، وقوموا له محامي وقال لك احنا اسفين، احنا اخطأنا في الشبه. فالنهارده لما انا اخد واحكم على ناس بالاعدام بشهاده شهود، طب الشهود دي اخطأت في 2 قالت لك هم دول ورجعوا قالوا لك لا احنا ما نقصدش، يبقى البقيه ايه بقى؟ يعني النهارده لما انا اخد بشهاده شاهد قال لك ده فلان انا شفته بيقتل، رجع قال لك لا ده مش فلان، ممكن تسمح لي يا يبقى الشهاده خلاص مشكوك فيها. ممكن تسمح لي لانه ده بيرجعنا برضو لسياق القضيه، ويمكن ده هو طبعا جزء لا يتجزأ من مطالب اهالي بورسعيد وازمتهم النفسيه قبل ما تكون ازمتهم الاقتصاديه. ولكن احنا خلينا نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، العصيان المدني. حضرتك قلت كلمه غايه في الاهميه، وانكم هتصعدوا فيما بعد لو لم يتم الاستجابه لمطالبكم. حدد المطالب علشان لو مسؤولين بيتفرجوا علينا دلوقتي يكونوا عارفين. اول حاجه لا الشهداء. نمره 2 عدم تسييس القضيه، والقضيه تمشي بمجرى بما يرضي الله وعدم التسييس فيها، وطالبين اعاده فتح التحقيقات تاني سواء في القضيه او في قتل الشهداء، لان النهارده ما يجيش 2 من التراس اهلي خرجوا من سرايا النيابه كويس ويرجعوا ياخدوا اعدام غيابي بعد ما سرايا النيابه طلعتهم، ويرجع قيادات التراس الاهلي بنفسهم وعلى اليوتيوب موجوده. طيب قال لك احنا اسفين، احنا الظاهر اخطأنا. دي مطالب. طالما انت اخطأتوا في 2 عشان هم من التراس الاهلي، يبقى انا بقى اخطأت في كله في ال21 بقى. دي مطالب حضرتك اوضحتها بوضوح.